بعد ما بنصور المريض ونرسمه، المرحلة دي اللي هي مرحلة التخدير، بيخش الدكتور أحمد فاروق استشاري التخدير بالفريق اللي معاه ويبتدي ينيمه المريضة. في حالة زي دي الحالات الكبيرة طبعا بناخد بنج كلي، يعني لأن المريضة هتعمل بطنها وصدرها وظهرها ودراعاتها. تمام. هي ما بعد عملية كانت عاملة تحويل مسار وخست كتير وحصل عندها ترهلات، مش عايز صوت. لما المريضة بتعمل تكميم أو تحويل مسار وبتخس بيحصل فيه ترهلات كتير، فلازم نعمل لها عمليات شد. بعد التخدير بنبتدي بقى نخش احنا كفريق جراحي، نبتدي نعقم. بعد التعقيم بنحقن السلاين اللي مخروط بقى دمعين، المادة اللي هي بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه فبتقلل ان يحصل فقدان للدم. بعد كده هنشفط، بعد كده نشد، نعمل الشيب بتاعنا ونظبط الدنيا. لما بيبقى المريض هيعمل عمليه في بطنه وظهره، عاده بنبتدي برون، يعني المريض نايم على وشه، نبتدي الظهر الاول وبعد كده نقفل الظهر خالص ونعدله، نعمل البطن الصدر الدراعات. وادعوا لنا ربنا يوفقنا ان شاء الله.